هنعمل النهارده سندوتش تحفه هيعجبكم جدا جدا. عندي هنا طاسه سخنه على النار، حطيت فيها معلقه من السمنه، واضربي البيض بتاعك بيضه او بيضتين، عليه ملح وفلفل، وحطي البيض بتاعك، واول ما يستوي من الحروف حطي رغيف فينو وافتحيه زي ما انا فاتحاه كده وحطيه على البيض، وبعد كده اقلبي البيض على الناحيه التانية واتني بقى الحروف. وفي النص بقى هنحط ايه، حطي اي حاجه عندك في التلاجة. انا حطيت قطعتين من لانشون الفراخ، لو عندك اي نوع لانشون حطيه، وحطيت جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر معاها. لما بيسيحوا مع البيض وقطع اللانشون دي بتدي طعم حلو قوي، بس انا بحب لانشون الفراخ بس ما بحبش اللانشون اللي هو اللحمه العادي. هنقلب بقى الرغيف نخليه ياخد لون من الناحيتين. عاوزه اقول لكم ان هو بيبقى مقرمش بقى من بره ومن جوه الجبنه سايحه مع البيض، بجد سندوتش ما حصلش. جربوه في الفطار هيعجبكم جدا. قطعته بقى قطع كده عشان اوريكم كمان الجبنه لما بتسيح بتبقى عامله ازاي من جوه، وبتخلي طعم البيض مختلف خالص. شايفين بقى سايحه ازاي؟